الدوري العراقي حاليا صار به اقوى منافسه، صار سنين ما شفنا هيك منافسه. والله الدوري العراقي قوي ويخليك غصبا عنك الشاهده. تدري ليش؟ تخيل بالترتيب بين المركز الاول والسادس فقط 4 نقاط. انتم متخيلين هذا الرقم؟ او بمعنى اتحداك تخسر وما تنزل مركزين او 3 او يمكن حتى 4. اضرب لك مثال، الجويه خسر من النجف بالاربعه ونزل من المركز الثالث الى المركز السادس، خساره واحده نزل 3 مراكز. طبعا هاي الخساره تتحملها اداره الجويه اللي بس واقفه وتتفرج. نجي للشرطه، الشرطه تعادل ويا نوروز باخر الدقائق وظل بالمركز الثاني ب 31 نقطه. الشرطه حاليا عباره عن ميمي وخايف عليه من الاصابات، يعني اذا اجت اصابه اقرا على الشرطه السلام. اما الطلبه قضاها يمشي بهدوء ومرتاح بدون اي ضغوطات، فجاه لقى نفسه بالمركز الثاني. الطلبه ممتاز مع المدرب باسم قاسم. اما الزوراء فحاليا يعيش افضل ايامه منذ سنوات، متصدر الدوري العراقي القوي ب 32 نقطه. نتمنى التوفيق لدورينا القادم بقوه، وما ننسى فضل الكابتن عدنان درجال اللي رجع الدوري العراقي ووقفه على حيله. ويا مشجعين الدوري العراقي في ظل هذه المنافسه اتحداكم تتوقعون بطل الدوري العراقي في هذا الموسم.